شكل الشعر بيبقى هايش ومقصف وما فيهوش اللمعة بتاعته اللي احنا متعودين عليها. أنا دكتور مروة السمونجي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل. وانا دكتور آية أشرف، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل. بما إننا في آخر الصيف، فمعظم الحالات اللي بتيجي دلوقتي يا تقصف في نهاية الشهر يا هيشان للشعر، تعرض للشمس الكتير، نزول البول، الصيف في أفراح كتير وخروجات كتير، فدايما استخدام الهيت فترات على فترات متقاربة، الصبغات، برضو عدم الالتزام بروتين يهتم بالشعر ويغذيه كويس بيأثر كتير في الحالات دي. شكل الشعر بيبقى هايش ومقصف وما فيهوش اللمعة بتاعته اللي احنا متعودين عليها. طيب وبتعالجيهم ازاي؟ بتنصحيهم يقصوه ولا بنمشيهم على روتين ولا بتتصرفي معاهم ازاي؟ بصي، انا ببدأ معاهم الاول صراحة بروتين كامل عشان نعمل كنترول لمشكلة الهيشان دي، يعني شامبو، كونديشنر، هير ماسك، وسيرم او ليف ان كونديشنر عشان نقدر نكنترول الموضوع ده. شكرا يا دكتورة ايه. ميرسي يا دكتور مروة. استنوا روشتتكم في باقي حلقات روشتة من الاخر.